في عالم كرة القدم، الخطأ التكتيكي قد يكلفك بطاقة حمراء أو خسارة بطولة أو غضب الجماهير لليال معدودة. لكن في كولومبيا تسعينيات القرن الماضي كان الخطأ داخل المستطيل الأخضر يعني شيئا واحدا فقط: حكم إعدام علني لا مفر منه. قصة اليوم عن هدف عكسي تسبب بمقتل صاحبه ووضعه في مواجهة مباشرة مع رصاصات المافيا المرعبة. قبل انطلاق مونديال عام 1994 كان منتخب كولومبيا مرشحا فوق العادة لرفع الكأس، فريق يضم أساطير مثل فالديراما والمدافع الخلوق الأنيق أندريس إسكوبار. لكن خلف هذا المجد الرياضي كان هناك وحش مخيف يتحكم باللعبة: كارتيلات المخدرات وعصابات الرهانات غير القانونية التي ضخت ملايين الدولارات في الأندية والمنتخب. وكان الجميع يدرك أن خسارة المونديال تعني ضياع أموال المافيا. رغم التحذيرات الأمنية الشديدة عاد أندريس إلى بلاده. بعد 10 أيام فقط من المباراة خرج برفقة أصدقائه إلى ملهى ليلي. حاصره 3 رجال مسلحين يتبعون لعصابات الرهانات التي خسرت ثرواتها بسبب الخروج الكروي. احتدم النقاش وفجأة دوت 6 رصاصات غادرة في عتمة الليل، وكان القاتل يصرخ بسخرية مع كل رصاصة مخترقة جسد اللاعب بكلمة واحدة: هدف! هدف! ليترك المدافع الشاب غارقا في دمائه. شيعت كولومبيا أندريس إسكوبار في جنازة مهيبة حضرها الآلاف، واعتبر الفيفا هذا اليوم هو الأسوأ في تاريخ كرة القدم. رحل إسكوبار وبقيت قصته دليلا على أن كرة القدم قد تتحول أحيانا إلى كابوس مأساوي. اشترك في القناة الآن وفعل جرس الإنذار لتتابع معنا أقوى وثائقيات المونديال القادمة.